في هذه الفرصة نتكلم عن موضوع أراه أهم موضوع ينبغي أن يبحث فيه العلماء، ألا وهو المسجد، وظيفته وتفعيل دوره في المجتمع. أيها الأعزاء، تكلم المتكلمون وأبدع الخطباء فيما قالوا، وأخرج البحاث أو الباحثون دراسات كثيرة تهتم بشأن تأخر المسلمين وتشتت المسلمين وأحوال وأوضاع المسلمين. أرى أن من أهم الأسباب هو عدم قيام المسجد بالدور المناط به. عندما ننظر في التاريخ الإسلامي إلى المسجد مثلا في عصر صدر الإسلام، نراه من أهم المؤسسات في المجتمع الإسلامي على الإطلاق. ليس ثمة مؤسسة أهم من المسجد. فعندما كان المسجد بهذه المكانة، كان المسلمون بالمكانة التي ندرسها ونتفاخر بها. من هنا تأتي أهمية هذه الورقة التي أضعها بين أيديكم. المشكلة أكثر شباب هذه الأمة بعيدون عن المسجد، وهذه إشكالية كبيرة. كيف نستطيع أن نعيد هؤلاء إلى حضن المسجد؟ هذه مشكلة هذه الورقة. طبعا طبيعة الدراسات الأكاديمية تقتضي أن نعرف بالكلمات أو المصطلحات الواردة في عنوان الدراسة. لذلك عرفنا أولا بالمسجد، وتعريف المسجد لغة واصطلاحا هذا من باب أخذ التمر إلى أهل البصرة، لهذا ندع هذه الشريحة تداركا للوقت. تاريخ المسجد هذا أيضا معلوم عند حضراتكم. أول مسجد على الإطلاق على وجه هذه البسيطة التي نعيش عليها هو بيت الله الحرام، ثم المسجد الأقصى، وفي الإسلام مسجد قباء، ثم مسجد المدينة المنورة، ثم توالى بناء المساجد الأخرى. أهمية المسجد هذا الأمر أيضا ماثل شاخص
معروف عند حضراتكم الكرام. لذلك ندع هذه الشريحة أيضا. نأتي إلى مسألة وظيفة المسجد. أو الأحرى أن نقول وظائف المسجد. المسجد في التاريخ الإسلامي، حصراً المسجد النبوي، كان يقوم بكافة الوظائف الحياتية. نظرت إلى دراسات كثيرة، فورقتي هذه عصارة عشرات الدراسات والأبحاث العلمية التي بحثت في هذا الموضوع. وجدت ما من شأن حياتي للمسلمين إلا وكان للمسجد النبوي دور رئيس فيه. فمثلا الوظيفة التعبدية، والمسجد أسس أولا لأداء هذه الوظيفة، ولكن لا يقتصر دور المسجد على هذه الوظيفة كما هو في زماننا الحاضر. المسجد لا يصلى فيه إلا الصلوات، وإن تفضلنا عليه وصلينا فيه التراويح أيام رمضان فهذا خير كثير. أكثر المساجد في أيامنا هذه لا يقام فيها إلا الصلوات، وهذا تحجيم لدور المسجد، وهذا ما يريده لنا غيرنا، وهذا منتهى سعي الآخرين في هذا الشأن. لذلك هناك وظائف أخرى على القائمين على شؤون المسجد إلى الأهمية بهذا الشأن. وظيفة الدعوة إلى الله، طبعا المساجد في أيامنا هذه أيضا تقوم بهذه الوظيفة، ولكن ليس كما ينبغي. وظيفة التربية الخلقية، التربية النفسية، التربية العقلية، التربية حتى البدنية، كان للمسجد دور عظيم في أداء هذه الوظيفة. الوظيفة العلمية من الوظائف الكبيرة والعظيمة التي تقوم بها المساجد هذه الوظيفة، ولكن هذه الوظيفة في أيامنا هذه أيضا أصابها الخفوت والتأخر، وفي بعض المساجد أو في كثير من المساجد وصل إلى مرحلة الإضمحلال والانعدام. الوظيفة الاجتماعية، هذه الوظيفة من الوظائف العظيمة التي كان للمسجد دور عظيم فيه. عندما نقول الوظيفة الاجتماعية نقصد كافة مناحي الشؤون الاجتماعية في حياة المسلمين. ليس غريبا أن نقول الوظيفة الصحية، فقد كان للمسجد دورا عظيما في أداء هذه الوظيفة. وكلكم يتذكر تداوي سعد بن معاذ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوظيفة الاقتصادية،
الذي ليس لديه علم بتاريخ المساجد قد يرى من الغريب أن نذكر هذه الوظيفة، ولكن عندما نطلع على التاريخ ولا سيما تاريخ المساجد نرى بأن للمساجد دور عظيم في أداء هذه الوظيفة. الوظيفة العسكرية، طبعا هذه الوظائف التي أذكرها لكل وظيفة دراسة أو بحث أو أكثر تؤصل لهذه الحقائق التي أذكرها. الوظيفة العسكرية لأستاذنا المرحوم اللواء محمود شيد خطاب رسالة وافية شافية في هذا الأمر، وهناك أيضا وجدت بحوث علمية تذكر دور المساجد في أداء الوظيفة العسكرية. الوظيفة الإعلامية والثقافية، بنية الإعلام عندما نقرأها وننظر إلى تاريخ المساجد نرى بأنها ماثلة شاخصة متبلورة في الرسالة التي يؤديها المسجد. الوظيفة السياسية كانت من الوظائف التي يؤديها المسجد بشكل بارز. وظيفة الترفيه، تذكرون حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عندما كانت تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوظيفة البيئية، هذه من الوظائف المهمة التي ينبغي أن يطلع به المسجد في أيامنا هذه، ولا سيما في ظل انتشار التلوث البيئي في البر والبحر والجو. الوظيفة التنموية من الوظائف التي كان للمسجد دور كبير في أدائه أو في أدائها. وأخيراً وظيفة الفتوى والقضاء. في الفقه الإسلامي أحياناً ننظر إلى إشكالية هل يجوز أداء وظيفة القضاء في المسجد أو لا. هناك إشكالية، ولكن هناك أحاديث ثابتة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقضي في المسجد، وهذا رفعاً لهذا الإشكال الذي يثار في كتب الفقه. طيب، أنا ذكرت هذه الوظائف للمسجد، ما هي الوسيلة أو كيف نفعل مساجدنا بحيث تستطيع أن تقوم أو تعيد دورها الريادي في أداء هذه الوظائف التي ذكرتها؟ أنا أقترح مجموعة من الفقرات التي أراها كفيلة بإعادة المسجد إلى دوره السابق. وطبعا هذه المقترحات استقراء للدراسات التي اطلعت عليها. المقترح الأول، ينبغي إيلاء اهتمام بالغ بمسألة موقع المسجد من المجاورة السكنية أو في المحل. تصميم المسجد أيضا أمر مهم جدا، أو أراه حجر الأساس في فعالية المسجد. إعداد الإمام والخطيب هذا أمر مهم جدا، يعني علاوة على التحصيل العلمي ينبغي إعداد الإمام والخطيب ليكون مؤهلا لقيادة المسجد الذي يقوم عليه.
ومن أهم الأشياء التي أراها ينبغي أن تتوافر في الإمام والخطيب سعة الصدر. الآن عندما تذهب إلى الدول الإسلامية، ادخل إلى مسجد واسأل عن فكر الإمام أو الخطيب، تجد المسجد معبراً عن فكر هذا الشيخ. إذا كان صوفياً فالمسجد صوفي، إذا كان سلفياً فالمسجد سلفي، إذا كان من حزب معين كان المسجد تابعاً يعني ماثلاً فيه الاتجاه الحزبي هذا. وهذا من الكوارث التي جنت على الأمة الإسلامية. المسجد بيت الله، وبيت الله يسع كل المسلمين، من دخل في دائرة الإسلام فله نصيب في هذا المسجد، ومن اقتصر على فكره في المسجد فقد قام بجريمة لا تقل عن جريمة القتل، أو أنا هكذا أرى. توعية المصلين من الأمور المهمة جدا. نوجد في فكر ومخيلة وأذهان المصلين أن تفعيل أو فعالية المسجد لا يقل أو لا تقل، فعالية المسجد لا تقل عن بناء المسجد نفسه. الاستفادة من المبدعين سواء كانوا من أهل المسجد أو خارج المسجد، تنمية الأوقاف ورصد الأموال، تقوية المؤسسة الدينية، تشجيع ثقافة التطوع، فتح الدورات التدريبية والإرشادية للقائمين على شؤون المسجد، توجيه الإعلام، تسيير زيارات دورية للمساجد الناجحة في الداخل والخارج، استثمار وسائل التقانة أو يقال تقنية الصحيح التقانة الحديثة، وتشكيل اللجان. انظروا إلى اللجان دون أن نقرأ، هذا تفصيل اللجان التي ينبغي أن توجد في كل مسجد حتى يكون المسجد فعالا في المجتمع. أنا لا أقرأها تداركا للوقت. الخاتمة، نستنتج من هذه الدراسة عدة أمور نعرض أهمها فيما يأتي. يعد المسجد، هذا أمر معلوم. يتمتع المسجد بمكان، هذا أمر معلوم. المسجد منطلق وميدان لمختلف النشاطات، هذه حقيقة ينبغي أن نمتثلها، ينبغي أن نحققها. يعاد للمسجد دوره وفعاليته وتأثيره الشامل إذا أصبح مؤسسة شاملة تمارس فيه كافة النشاطات الحياتية كما كان في العصور الأولى، ولا يقتصر عمله على ممارسة الصلاة فقط. هذا الأمر ينبغي أن نزيله من مخيلتنا، بحيث يجد فيه فئة الشباب خاصة ما يخاطب عقولهم ووجدانهم ويشبع رغباتهم ويحقق ذواتهم ويسد حاجاتهم ويسجل حضورا إيجابيا في حياتهم ويملأ الفراغات الحاصلة في سيرهم اليومية. تشكل وسائل التقانة، وأخونا الأستاذ ياسين بحث في هذا الأمر، عاملا مهما في تفعيل المسجد. طبعا إذا أحسن استخدامها وأتقن استعمالها ووظفت بالكيفية التي تنبغي. يلعب الخطيب والإمام دورا محوريا في عملية تفعيل دور المسجد في المجتمع، وهما العامل الرئيس في إنجاح هذه العملية أو فشلها. أضع بين أيدي المطلعين على هذه الدراسة وحضراتكم الكرام هذه التوصيات. توصي الدراسة بجمع البحوث والدراسات العلمية التي كتبت. أنا
حصرت أكثر من 100 دراسة تبحث في مسألة وظائف المسجد. حصر هذه البحوث والدراسات التي كتبت في موضوع وظائف المسجد وتفعيل دوره كي يكون معينا ومصدرا للقائمين على شؤون المسجد يستفيدون منها في أداء عملهم. تخصيص بحوث ودراسات علمية جادة في موضوع كيفية الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في عملية تفعيل دور المسجد. تفعيل الدور الرقابي، وهذا أمر مهم جدا، ومتابعة المساجد بشكل جاد من قبل الجهة المعنية لتنشيط العاملين في المسجد ومحاسبة المتقاعسين. وفي الختام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.